السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو صلى على النبي واذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طالما ده معايا يبقى في عظمته بيحصل يعني كده. عشان إيه؟ المخ بس إيه بيكتب وينسى بعدين. يلا بينا نبدأ بأول كلمة. كل حاجة بدأت بحلم. يعني إيه؟ يعني أنا حلمي الحقيقي مثلا أبقى يوتيوبر، أصور فيديوهات على اليوتيوب وأبقى مشهور والكلام ده. عشان أعمل كده لازم أعمل حاجة اسمها الاستمرارية. يعني إيه استمرارية؟ يعني لازم تبدأ تصور كل يوم. مرة الفيديو هيجيب مشاهدات، المرة التانية الفيديو مش هيجيب، المرة التالتة ممكن تلاقي صفر عادي. أهم حاجة الاستمرارية في الموضوع. طول ما أنت مستمر ربنا هيكرمك. طالما أنت كل ما تعمل فيديو وما تلاقوش جاب حاجة وبعد كده تقول لا 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 أنا مش هصور، يبقى أنت كده في الحلم. الحلم عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن تسعى ليه، تفضل وراه حتى لو بتبذل كل ما عندك وبتعمل مجهود، وأنت مش شايف حاجة بتحصل. ثق في ربنا. تمام. أقول لك إيه تاني؟ بص، مش عايزك تيأس خالص. بلاش اليأس والندم، عشان اليأس ده آخره وحش. بلاش الاكتئاب في الحوارات دي بالذات، عشان بتدمر الدنيا. وفي حاجة كمان. دلوقتي أنا بقى هتكلم عن نفسي أهو. دلوقتي أنا بقى تمام. أنا كفارس أهو. أنا نفسي أطلع حاجات كتير جدا. نفسي أطلع حاجات كتير جدا زي يوتيوبر وتيك توكر ومدرس ونفسي أطلع محاسب. يعني بس في حاجات كتير أوي عايز أطلعها. بس طبعا إيه، لازم الاستمرارية مع كل حاجة. يعني أنا حلمي من وأنا صغير كنت بحب يعني أي قلم وكراسة، قلم وكتاب، أي كتاب يعني بتاع مدرسة الكلام ده بحب أقعد أكتب أعلم في الكتب والكلام ده وأكتب. يعني ببقى شبه المدرسين أوي. تمام. فأنا حلمي من صغري أبقى إيه؟ أبقى مدرس. بعد كده حلمي اتطور، تبقى نفسي إيه؟ أبقى مدرس ومحاسب. ف... يعني أقول لك يعني إيه؟ فكل ما تكبر أحلامك بتزيد. وخلي بالك، مش شرط إنك تحقق كله سوا. الاستمرارية دي اتعملت ليه؟ فلازم تستمر على الحاجة دي لحد ما تجيب. يعني بص هقولك، يعني لحد ما توصل للي انت عايزه. يوم هتجيب 10 من 10، يوم هتجيب 5 من 10، يوم هتجيب 2 من 10، يوم هتجيب 1 من 10، يوم هيبقى صفر. فالاستمرارية هنا معناها مش لازم كل يوم تجيب 10 من 10. أهم حاجة إن أنت تستمر. يعني تفضل كل يوم تصور وتعافر والكلام ده. زيها زي إيه؟ زي المحاضرة. كل يوم تفضل تحل في مسائل محاسبة، مسائل. تمام. لحد ما تبقى فاهمها، عشان لما تطلع من الثانوي إن شاء الله تخش كلية تجارة. أو مدرس برضه لازم تفهم أساسيات. إن شاء الله يعني إن شاء الله لما تخش كلية تربية أو آداب على حسب يعني سواء تجاري أو عام. أنت عشان تطلع مدرس لازم تبقى عارف إيه الأساسيات يعني عشان تطلع مدرس. إزاي تحضر، إزاي تجيب فكرة شرح تكون مناسبة مثلا إيه مع الطلاب اللي حواليك. تمشي مع دماغهم، أي حد يقدر يفهمها بسهولة. كده يعني فاهمني. يعني كل حاجة وليها طريقتها، كل حاجة وليها طريقة فهم معينة. نتكلم عن إيه؟ عن مثلا الكورة. تفضل تتفرج على فيديوهات ده بيعمل إزاي وده بيعمل إزاي وده بيعمل إزاي، وفي الآخر تنزل مثلا تتمرن مع مدرب
تمام، يا إما المدرب ده يا إما يطلعك السما، يا إما يبص ينزلك لسبع أرض. أقسم بالله ما بهزر. في مدرسين مدرسين، في مدربين في مدربين تحببك في الكورة لدرجة إن أنت عايز كل يوم تتمرن، وبص ومش عايز يبقى في بريك كده عشان تريح جسمك، فتفضل كل يوم تتمرن. وفي مدرب بقول لك ايه، يقعد يقول لك انت فاشل، انت مش عارف ايه، انت مش عارف ايه، انت مش عارف ايه، ثم بص يخليك مش طايق الكورة وجدان. اقسم بالله ما بهزر. فالهدف من الفيديو ده انك ايه، انك تسعى وما تيأس في حلمك. حلمك ده لنفسك مش لحد تاني. واوعى تسمع كلام الناس. كلام الناس حطه تحت رجلك. مش عشان تعمل حاجة لازم تاخد موافقة الناس. طول ما انت بتاخد موافقة الناس انت عمرك ما هتتقدم خطوة قدام. حاجة تانية. آه لو انت عايز تبقى شخص ناجح والكلام ده، ابدأ بأقل إمكانيات عندك. يعني مش شرط تستنى إن الظروف تبقى مناسبة، عشان مثلا تبدأ مثلا إيه تصور مثلا فيديو فلوج على اليوتيوب. مش شرط يبقى معاك مثلا آيفون 15 برو ماكس والشغل العبيط ده. لا يا صاحبي، ابدأ بالتليفون اللي معاك يا صاحبي. أنا كنت بدأت محتوى تيك توك 2018 بتليفون هونر بلي. يعني ساعتها كان بص التليفون توب التوب يعني. كان نحط على الآيفون ساعتها بالجزم. فابدأ بأقل إمكانيات وما تصعبهاش على نفسك. يعني ابدأ بأقل إمكانيات وأقل معدات. فالمهم ما عندكش ستاند يعني اسند على الشباك زي ما أنا ساند أهو. هاتلك ستاند صغير كده، فاهم، أي حاجة تمشي بيها الدنيا. هات إزازة مية واسند عليها وصور عليها يعني. كرتونة، فاهمني، أي كرسي. يعني أي كرسي ليه بتاع كده وفيها مسند من ورا، حط واسند عليه وصور عليه. تمام. أنا دلوقتي بصور أهو، بحط التليفون على الشباك وبصور أهو عادي. ومعايا تليفون برضه مش الواو، بس الحمد لله ببدأ أهو. بس أهم حاجة إيه، خلي شكلي قمر كده. فزي ما قلت، استمر وعافر من أجل حلمك. مفيش حاجة مستحيل. مفيش حاجة مستحيل، هي صعبة بس الصعب ده بإيدك تحوله سهل. طول ما انت بتعافر تستمر، تشكر ربنا، واخد بالك، تشكر ربنا وبتطيع ربنا. انت يعني بقول لك يعني بص على، يعني انت هتحس ان اللي بيحصل ده نزوة. اكنك رايح مشوار، كأنك رايح مشوار بعيد وهتيجي تاني، بس الموضوع واخد شوية وقت. هو شوية وقت والصبر. تمام، أهم حاجة الصبر في الموضوع ده. واوعى شغفك يقل، عشان لو شغفك لو قل بلاش. اقسم بالله بلاش. عايزك تحط في دماغك ان انت لو ما بدأتش النهارده مش هتبدأ. ما تقولش لا بكره، لا بعد، لا يا حبيبي، ابدأ في اللحظة اللي انت فكرت فيها انك عايز تعمل ده. ابدأ يا حبيبي. تبدأ خطوة النهارده ولا انك تبدأ خطوة بكره. ليه بقى؟ لان النهارده لو بدأت هيديك حافز إنك تكمل لبكرة. أما هتقعد تقول بكرة 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 بكرة، أنت هتيأس. والله العظيم هتيأس. ابدأ من النهاردة، من دلوقتي، عشان تفضل مستمر. فاهمين؟ فاوعى يا ابني، اوعى تيأس يا ابني والله. في غيرك كتير يا ابني يأسوا ومكانهم اهو في حتة تانية يعني. عافر من أجل حلمك. مفيش حاجة مستحيلة. أقسم بالله أقسم بالله ما في حاجة مستحيلة. والله العظيم ما بهزر. مفيش حاجة مستحيلة.
أنا واحد من الناس أهو كنت بخاف أجرب لدرجة يعني والله، أنا كنت بخاف أجرب حاجة الناس تقعد تتكلم عليها. بس بعد كده أدركت إيه، إن طز في الناس، كلام الناس تحت رجلك، اعمل اللي أنت عايزه. تمام، كلام الناس مش هتنفعك، أقسم بالله الناس ما هتنفعك. فعافر كده صاحبي، ولو ليك صحاب والكلام ده بيحبوك وكده هتلاقيهم بص بيزقوا فيك، بيزقوا فيك عشان توصل. والله العظيم ما بهزر، طول ما انت حواليك ناس بتحبك عمرهم ما هيسيبوك، والله عمرهم ما هيسيبوك تفشل في حلمك، هيفضلوا وراك حتى لو شغفك قل، هتقول مش قادر أصور، مش قادر أعمل، مش عارف إيه، هتلاقيهم هما الدعم الأول ليك. ولو ما عندكش خليك انت داعم نفسك، تمام، انت اللي هتقوي نفسك. ف فاهم انت. وبكده نكون خلصنا الفيديو. صلي على النبي واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومع السلامة.